سلام عليكم وأهلا بكم معايا في الحكاية وما فيها. قناتنا بتقدم صور ولكل صورة حكاية. أتمنى إنها تعجبكم. يلا بينا نسمع مع بعض حكاية النهاردة. صباح في بداية مشوارها كانت بتحب من فترة للتانية تجرب إنها تعمل شغل البيت بنفسها، منها تحس إنها ست بيت، ومنها تعمل بالنصيحة اللي بتقول إن ممارسة أعمال البيت تعتبر رياضة مهمة ومفيدة. وفي يوم من الأيام شمرت صباح ولبست جلابية قديمة عليها مريالة والطاقية اللي بيلبسوها، وقررت هنا إنها تقلب الشقة فوقيها تحتيها. وبعد ساعتين بالظبط اكتشفت زي ما بتقول إنها بقت زي الناس اللي شغالين في المنجم. التراب كان مغطي نص وشها وإيديها وشكلها ما يعلم بيه إلا ربنا. واتفاجئت إن جرس باب الشقة عندها بيرن، فراحت تفتح وإذ بيها تلاقي محصل الكهرباء واحد جديد جاي بيزورها لأول مرة. الراجل بص في وشها وقال لها: ستك موجودة يا بت؟ طبعا في الأول ما قدرتش تستوعب هو ازاي بيكلمها كده، لكن رجعت هنا وافتكرت إن هيئتها ملعبكة، ده بخلاف بقى إن هو أول مرة يجي ليها. فقالت ليه بغيظ: موجود. فقال ليها: طب روحي اديها الوصل وهاتي الفلوس. خدت صباح الوصل ووقفت تقرا، فالمحصل زعق ليها وقال لها: ما تروحي يا بت تجيبي الفلوس. قال: يعني بتعرفي تقري قوي. هنا خدت صباح الوصل وراحت فعلا غيرت هدومها ولبست بقى وغسلت وشها ورجعت للمحصل تاني عشان تديله الفلوس. فأخد منها وهو بيقول لها: كل الوقت ده بس عموما مش مهم، المهم ان الخدامة اللي عندك دي غريبة. فبصت صباح للراجل أو قالت له: ليه يعني؟ الراجل هنا قال لها: وانا بديها الوصل فضلت تبص ليه بعبط كده وكأنها مش فاهمة اللي بقوله. هنا بقى حاولت صباح انها تبتسم وقالت له وهي بتقفل الباب: معلش، عموما انا خلاص همشيها لانها ما عادتش تنفعني. وده كان موقف طريف وجميل من المواقف اللي حصلت في حياة صباح. اتمنى حكايتنا النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى برضو ان انتم تعملوا اعجاب للفيديو واعملوا لي شير للحلقة. ما تنسوش، ولو أول مرة تشوفوا القناة وعجبكم المحتوى فأكيد ما تحرمونيش من إن انتم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني إشعار دايما بكل حلقة بتنزل جديدة. كنتم مع ولاء شريف في قناتي الحكاية وما فيها.